سلام، اليوم مع سر الكوزينة جيتكم بهذه الوصفة الصيفية بزاف بنينة وخفيفة. درت لكم سباغيتي على شكل البيتزا وذوق البيتزا. نبداو على بركة الله. بسم الله. رايحة نبدا لكم بلا صوص طوماط. في مقلاة حطيت شوية نتاع زيت وحطيت عليها ربع حبة تاع بصل. البصل قصيتها شرائح بطريقة عشوائية، وضفت عليها حوالي ربع سنات نتاع ثوم، تقدروا ديروا حتى الخمس سنات نتاع ثوم، ومعاهم زوج حبات تاع طماطم يكونوا كبار. الطماطم تاعها صغيرة دير ربع حبات نتاع طماطم. قصيتها ثاني شرائح بطريقه عشوائيه بلا ما نحي لها القشره. انا من بعد رايحه نستعمل الروبو، يعني من بعد رايحه نرحي بالبرا. اللي ما عندهاش مع عليها غير ترابيهم. ضفت عليها نص مغرفه صغيره نتاع ملح، والملح ديما نقول لكم حسب الرغبه، وحطيتها فوق النار. النار هنا لازم تكون قويه، يعني زيدوا للنار وبداو اقليوها مليح، يعني اقليوها ولا قليوها مليح حتى البصل تاعكم تذبل لكم والطماطم تاعكم ثاني تذبل لكم وطيب لكم. بعد ما طابت لي وذبلت لي هنا راني ما زدت لها حتى قطره نتاع ماء. مع الاول النار تاعي كانت قويه، غير هكذا تقليت لي مليح وليت نقصت النار وخليتها طابت. كي طيب لكم نحيوها وقشروها، لازم تنحيو لها هذيك القشره الفوقانيه. انا هنا راني نقشر فيها، راهي شويه سخونه، نتوما تقدروا حتى تبرد لكم باه تقشروها، مي انا نزرب بشويه. هي سخونه وانا نقشر فيها. بعد ما كملت جبت هذا الطاس تاع البرا ورايحه نرحيها بالبرا. تقدروا ترحيوها في الروبو عادي، قلت لكم اللي ما عندهاش برا ولا اللي ما عندهاش روبو ما عليها غير ترابيهم عادي، يعني في لاراب نتاعها. دوكا في نفس المقلاة حطيت شويه نتاع زيت ثاني، حوالي 3 مغارف ولا 4 مغارف كبار. حطيت عليهم ملعقه صغيره نتاع هريسه، ملعقه كبيره بومبي مليحه معمره تاع طماطم كونسونطري. قليتهم شويه حوالي 2 دقائق ولا 3 في هذاك الزيت. من بعد ضفت لهم شويه فلفل الكحل وشويه كزبر وشويه نتاع فلفل عكري. هنا فلفل عكري كثروا شويه، درت مغرفه راهي بومبي يعني. وحطيت عليها ثاني 2 ورقات نتاع رند. هنايا تقدروا التوابل تغيروا فيهم وديروا شي اللي تحبوه انتوما. وقليتهم ثاني حوالي 3 دقائق ولا 4 دقائق حتى تضرب شويه ريحتهم وابالكم تحرقوها. من بعد ضفت لهم رشه مليحه نتاع النعناع. تقدروا ديروا زعيتره ولا النعناع في لي صوص طوماط يجيو بزاف ابنان. قليتهم شويه ومن بعد حطيت عليهم هذيك الطماطم اللي كنت ارحيتها. وليت هذاك الطاس شللته بحوالي كاس نتاع ما ولا. شللته مليح، ديما شلوا الحوايج اللي تخدموا فيهم وحطوهم على هذيك الطماطم وخليوها غير تغلي لكم برك حوالي 10 دقائق ولا رايحه تغلي لكم. حطوا عليها مغرفه صغيره نتاع سكر ومعها ملعقه كبيره نتاع خل، وخليوها تغلي حوالي 10 دقائق ولا وطفيوا عليها. هذه هي لاصوص طوماط نتاعي، شوفوا كيف تحصلت عليها تجي بزاف بنينه. كي كملت جبت باط نتاع طون. دونك راح قلت لكم ندير سباغيتي على شكل بيتزا، درت باط نتاع طون. اللي عندها طون كثر دير زوج باطاتا، اللي ما عندهاش دير باط كما درت انايا. تقدروا ديروا ثاني شويه نتاع فيونداشي ولا بولي اشي. انا ما عنديش، درت غير العلبه هذه تاع الطون. الطون في لي صوص طوماط يجي بزاف بنين. دوكا كي تكملوا حطوها جانبا وروحوا ديروا لي بات نتاعكم. في كاسرول حطيت الماء غليته مليح، حطيت عليه ملعقه صغيره نتاع ملح وحطيت لي بات نتاوعي. انا استعملت هنايا سباغيتي، تقدروا ديروا اي نوعيه تاع لي بات. وحطيتهم على النار غليتهم هنا 10 دقائق وطفيو. ابالكم تخليهم يعجنوا، ديما راهي مكتوبه يعني في الباطه تلقاوها مكتوبه 10 دقائق 9 دقائق 8 دقائق جينيرالمون. انا هذه لقيتها 10 دقائق، طيبتها 10 دقائق. من بعد طفيت عليها، صفيتها من هذاك الماء وبردتها بالماء البارد. في بلاطو تاع فرن دهنوه مليح بشويه نتاع زبده، وجيبوا لي بات تاعكم. شوفوا الله يبارك راهي كل حبه وحدها. ديما قلت لكم تصفيوها من هذاك الماء سخون وطلقوا عليها شويه ماء بارد. في المطاعم الناس يعني اللي تبقى راح تقدمها ولا سباغيتي تاعهم واش يديروا لهم؟ يديروا لها شويه تاع سمن ولا شويه تاع زبده، يذوبوها ويحطوها ويخليوها من بعد يقدموها. مين نتوما لا في داركم ولا خدموا بهذه الطريقه. قلت لكم جيبوا هذاك البلاطو دهنوه بشويه نتاع زبده ولا مارغرين، ومن بعد حطوا لي بات نتاعكم. تقدروا ديروا اي نوعيه، انا خيرت سباغيتي. واللي جبت هذيك لاصوص طوماط وحطيتها طبقه من الفوقه، بخيس كيما نخدموا البيتزا. ماشي تروحوا تخلطوها ولا حطوا طبقه من الفوقه برك، اي وحدها رايحه تهبط من تحتها. وزعوها كامل على سباغيتي نتاعكم، وميم هذوك الورقات نتاع الرند نحيوهم.
كي تكملوا جيبوا نوعيه تاع فرماج يكون مليحه. انا استعملت شيدار البريمي شوا، نوعيه تاعو بزاف بنين وبزاف مليح، تقدروا تقولوا كيما الكريير. هذه الوصفه تحب بزاف الفرماج، يعني ديروا لها طبقه مليحه بالفرماج، ماشي شويه برك، لازم ديروا طبقه مليحه من الفرماج. من بعد درت ثاني شويه فرماج ابيض، ودرت ثاني شويه تاع فرماج التشيزي اللي تاع لي ساندويتش. ديروا اي نوعيه تاع فرماج، تقدروا ديروا كامونبير، المهم الشيء اللي راهو متوفر عندكم. وهنا التزيين راهو اختياريه، ديروا الشيء اللي راهو متوفر عندكم ولا الشيء اللي تحبوه انتوما. درت ثاني شويه زيتون كحل، دونك قلت لكم على شكل بيتزا لازم الزيتون الكحل. ودرت معاها ثاني شويه نتاع زيتون خضر وشويه نتاع فلفل. الفلفل هنا درت الحار ودرت الحلو، درت هذاك الاحمر ودرت الاخضر، نحب لي كولار. الناس اللي عندها شامبينيون ولا عندها الدجاج ولا عندها لا فيونداشي تقدر تزين، اللي ما عندهاش دير غير الخضره كما درت انايا. ودرت ثاني شويه نتاع طماطم، هنا الطماطم تاعي بزاف بنينه وحلوه، وحطيت عليها ثاني شويه نتاع دبشه. التزيين قلت لكم راهو اختياري. وحطيتها طيب. بالنسبه للطياب تاعها حوالي نص ساعه راح تطيب لكم، خاطر راهو كلش طايب. كي طيبوها برك اجبدوها من الفرن، يعني تلقاو هذوك الخضره تاعكم من الفوق ذبلت، ادهنوها بشويه نتاع زيت الزيتون، هذيك الخضره يعني ادهنوها بشويه تاع زيت الزيتون باش تعطيكم هذاك اللمعان. ميم زيت الزيتون حاولوا تستعملوا نوعيه مليحه، باسكو كاين واحد زيت الزيتون حاشاكم فيه الريحه، مي الناس اللي تجيب زيت الزيتون نوعيه مليحه سيرتو اللي يجيبوه من القبايل صدقوني بزاف بنين، يعني ما يجيش فيه هذيك الريحه. وهذه هي الوصفه نتاعي، راح نقسم لكم وتشوفوا سباغيتي نتاعي كيفاش حصلنا عليها. انا نحب في الوصفات تاعي تكون المصداقيه، يعني كل وصفه نقسم لكم وتشوفوها كيفاش حصلنا عليها من الداخل. هذه هي سباغيتي نتاعي، شوفوا كيفاش حصلت عليها، تجي بنينه بنينه بنينه. ما بقى نقول لكم غير شهيتكم في الجنه وسلام.